جماعه هو ايه الموضوع بجد؟ ايه الموضوع؟ عشان خاطر اخواتي الزملكاويه لما بنتقد الزمالك بيزعلوا مننا. بجد ايه الموضوع؟ انت كسبت سوبر افريقي على دماغنا يا عم، والله والله العظيم انت كنت تستحقها. والاهلي زي ما قلنا لعب بالستار والزمالك لعب بجد. انت كنت تستحقها. طيب حلو قوي كده، حلو قوي كده. هنرجع نقول قفشه حرمنا من او حرمنا من زيطه كانت ممكن تحصل، والكلام اللي زعل الزملكاويه ده. طيب دلوقتي انا مش هتكلم. ردوا انتوا على نفسكم يا جماعه. رد انت كزملكاوي كده، رد على اللي بيحصل دلوقتي في الميديا بخصوص الزملكاويه. لما تلاقي دلوقتي كل يوم يطلع حد يقول لك حاجات كده خياليه، تحس ان احنا يا جماعه اتولدنا النهارده ملناش تاريخ وملناش هيستوري نتكلم عنه. دلوقتي يا جماعه اوقات بيديك الحظ انك تفرح. ازاي؟ الاهلي او قدر الاهلي ما بيعرفش يفرح. خد بطوله النهارده، خلاص اقفل بكره عشان عندك ماتش بطوله تانية بعد يومين ثلاثه. دلوقتي الايام دي معاك وقت جامد جدا. الماتش كان يوم الجمعه اللي فاتت، ماتش السوبر الافريقي الجمعه اللي فاتت، النهارده الاربعاء اهو، ومعاك وقت براحتك خالص براحتك. ناهيك بقى عن كده ان الزمالك نفسه بيعرف يفرح عن الاهلي، ففرحته بتبقى اوفر قوي. بس مش الدرجه دي، ده اوفر يعني قاعدين براحتهم. تحسهم قاعدين دلوقتي بس بيحتفلوا خلاص. يا عم انت من عندك روح اتمرن، طيب روح اعمل اي حاجه. لا انا بفرح بس دلوقتي. يا عم اهدى على نفسك، طيب اهدى على نفسك. يا عم اهدى على نفسك. لا انا بفرح بس. طيب لما نلاقي دلوقتي انت دلوقتي كزملكاوي دلوقتي، كزملكاوي انا مش هرد يا عم عشان انت بتزعل لما بنتقد الزمالك وبنتقد الزملكاويه. احنا مش هنقول حاجه، انت بس رد دلوقتي على كام شخص دلوقتي كده. يعني مثلا مدير الكوره في نادي الزمالك كابتن عبد الواحد السيد. كابتن عبد الواحد السيد اللي ياما شال من الاهلي في جيل ابو تريكه العظيم وجيل بركات. طلع يقول لك ايه؟ انا كنت بلعب كل يوم، كنت باخد بطوله عادي مع الزمالك عادي جدا، بنام واصحى على بطوله. رد انت، برد انا مش هتكلم. رد انت، رد انت. مش هنقول له هنجيب لك عمرو الصفتي اللي انت كشفت له لما فلافيو طلع وحطها في السوق. مش هنقول كده، رد انت عليه. ده كابتن عبد الواحد السيد. طيب رد تاني انت كزملكاوي اهو على اوسه. ايوه اوسه بتاع الستة واحد، بتاع بيبو بشير، بتاع ابو تريكه لما قال له اوعى قام حطها له في اسوان. اوسه طلع يقول لك ايه؟ اللي يلعب مع الاسد يستحمل. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده عشان الزمالك كسب ماتش، اي نعم بطوله قاريه، بس ماتش بضربات جزاء. يعني حتى مش في 90 دقيقه، ماتش ضربات جزاء بلاعب انت اصلا انت وجماهيرك مش مقتنعين بيه، اللي هو ناصر منسي. نتكلم بقى كلام بالعقل. طب ده كابتن عبد الواحد السيد وده اوسه. ندخل بقى على الكابتن حسين لبيب رئيس النادي. رئيس النادي عليت معاه قوي، عليت معاه قوي بصراحه. طلع يقول لك ايه بقى؟ ما لازم برضو ادي حته، وانا اشمعنى انا يعني لازم ادي حته. طلع يقول لك ايه؟ على الجميع الاعتراف بان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. ماشي يا عم ماشي، انت كبير. لو ده اللي هيرضيك يعني، وانت عايز تتبسط من الكلمه دي، يا عم انت اكبر قلعه رياضيه في مصر، في العالم، في العالم. وانت كسبت بطوله مستحيل حد ياخدها غيرك. مستحيل. يا لهوي الزمالك كسب ازاي كده؟ الزمالك كان جبار. الزمالك لعب وان سايد جيم طول الماتش. الزمالك كان استحواذ 95%. حلو الكلام ده الكلام انتوا عايزين تسمعوه. طب انتوا يا جماعه كزملكاويه دلوقتي ردوا انتوا على الكلام ده. وطلع يقول لك ايه؟ انا بناشد المستشار تركي آل الشيخ ان الزمالك يلاعب ريال مدريد في موسم الرياض. طب الراجل دلوقتي تركي آل الشيخ دلوقتي قال لك قبل الماتش في احتماليه دلوقتي ان السوبر اللي كسبان من السوبر الافريقي هيلاعب ريال مدريد في افتتاحيه موسم الرياض. الراجل ايه؟ عايز يجامل الاهلي بما انه اهلاوي، عايز يشوف فرقته بغض النظر عن المشاكل اللي حصلت بينه وبين الاهلي. مش عايز اخش في السكه دي، بس هو عايز كده. الاهلي لما اتغلب كأن شيء لم يكن. عمل بقى تاني ايه؟ تركي آل الشيخ قال لك هخلي بطل دوري ابطال افريقيا يلعب بطل دوري ابطال اوروبا اللي هو ريال مدريد مع نادي الاهلي. دي البطوله الاقوى في القاره الاوروبيه، ودي البطوله الاقوى في القاره الافريقيه. الاثنين يلعبوا بعض. كابتن حسين لبيب متضايق ليه؟ قال لك لا الزمالك الاحق انه يلعب ريال مدريد. يا عم هي هيصه، خدوني معاكم، هي هيصه. ما اهدوا كده. اهدوا. انتوا نادي كبير، انتوا نادي عظيم. بلاش يا جماعه الاحتفال الاوفر ده يحسس جماهيركم ان انتوا يا جماعه ايه. دلوقتي انت كزملكاوي دلوقتي
عاجبك الزيطه اللي شغاله دي؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ الاهلي والله ما بيعرف يحتفل قوي كده. في ايه؟ ده احنا ناقص واحنا احنا ماشيين في الشارع نلاقي كاس سوبر قدامنا كده. ايه ده كده زملكاوي؟ انت نادي كبير انت وجماهيرك، بس مستني بس ايه الزملكاوي اللي معانا على البيج يردوا بس على الكابتن وحيد وعلى الكابتن اوسه، اكتر اتنين اتربوها في جيل ابو تريكه. بس خلاص. تحياتي لكم.